السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ ايه الأخبار؟ معاكم هير أدم عيد. النهاردة هناخد 10 كلمات ألمانية مع صيغة الجمع، وهي في الألماني اسمها 10 deutsche Wörter mit Pluralform. خلينا ناخد أول كلمة وهي der Tisch. der Tisch اللي هي الترابيزة. تمام. ايه الصيغة؟ ايه البلورال فورم بتاعها؟ البلورال منها اسمه ايه؟ دي تيشر. دي تيشر. يبقى السنجولار der Tisch، البلورال die Tische. ناخد الكلمة اللي بعدها der Stuhl. der Stuhl. der Stuhl كرسي. der Stuhl يعني كرسي، انما الجمع دي شتول. ناخد بالنا من الاملاوت، يبقى الجمع هنا ضفنا املاوت وايه في الاخر. تمام، يبقى دي شتول. الكلمة اللي بعدها، حد يعرف ايه دي؟ ها؟ der Drucker. der Drucker. تمام. الجمع منها ايه؟ لازم نركز هنا ان الجمع منها دي دروكا. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، ما فيش حاجه في الكلمه اتغيرت. لا، ما هو في بعض الكلمات اللي شكلها نفسه من غير الاداه، شكلها نفسه في المذكر او شكلها نفسه في المفرد، انا اسف، بيبقى بيبقى نفس شكلها في الجمع. طيب ايه اللي بيختلف؟ الاداه. لو نلاحظ ان دي دروكا يعني طابعه واحده. طيب دي دروكا طابعات. طيب او مكانات تصوير. يبقى المفرد والجمع نفس الشكل، بس تختلف في الأداة، إن دي أداتها مذكر، أداة مفرد، وإن دي أداة تعريف الجمع. طيب برضو زي كلمة مفتاح. مفتاح يعني إيه؟ der Schlüssel. der Schlüssel. طيب الجمع من شلوسل إيه؟ نفس الفكرة، هيبقى نفس كلمة شلوسل ولكن هتختلف في الأداة. يبقى مفاتيح يعني دي شلوسل. دي شلوسل. طيب حد يعرف ايه دي؟ هم؟ دي اور. دي اور. الجمع منها دي اورن. دي اورن. يبقى دي اور. دي اورن. جميل. طيب der Täter كلمة جديدة هناخدها قدام شوية. der Täter يعني مجرم، إنما الجمع دي تيتا. نفس الصيغة برضو، الدي تيتا يعني مجرم واحد. طيب لو جمعها هغير الأداة بس أخليها أداة جمع، الكلمة نفسها هتفضل زي ما هي. يبقى دي تيتا يعني مجرم، إنما دي تيتا مجرمين. جميل جدا. وناخد بالنا ان الاي ار اللي هي الاي ار في الاخر بتبقى محذوفه كده، اللي هي لما انا قلت تيتا. تيتا. تمام. سهله جدا. دي كاتس. دي كاتس. الجمع منها هنضيف بس حرف واحد ان. تمام، هتبقى دي كاتسن. دي كاتسن. دي كاتس قطه، دي كاتسن قطط. جميل جدا. الكلمه اللي بعدها، طيب ده بيعمل ايه؟ بيعمل تجربة علمية. تمام، التجربة دي اسمها ايه؟ das Experiment. das Experiment. طيب جمعها دي Experimente. دي Experimente. جميل، يبقى مفرد اللي هي كلمة تجربة. تمام، معناها في الألماني das Experiment، الجمع دي Experimente. جميل. دي فاميليا. سهلة جدا. طيب انت مغير اللون المرة دي، عايزين نعرف ان كلمة دي فاميليا معناها عيلة، وان الكلمة دي مصنفة مؤنث. يعني أداة دي هنا، دي مؤنث، مفرد مؤنث. كلمة عائلة مصنفة في اللغة الألمانية كمفرد مؤنث. تمام، فدي فاميليا. طب جمعها دي فاميليان. دي فاميليان. الكلمة اللي بعدها بيت. حد يعرف ايه بيت او منزل؟ das Haus. das Haus. طب والجمع؟
ها، دي هايزر، دي هايزر. جميل جدا. سماعة. حد يعرف يعني ايه سماعة؟ كلمة جديدة. der Hörer، der Hörer. طب الجمع منها die Hörer، دي هيرا. برضو نفس شكل الكلمة، أصل الكلمة نفس الشكل في المفرد والجمع، ولكن اللي بيختلف واللي يخليني أعرف أفرق هو الأداة. اللي يخليني أعرف وأفرق هي الأداة. يبقى der Hörer سماعة، die Hörer سماعة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو عايزين تتابعوا السلسلة دي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في الشانل، وتتابعوني على الفيسبوك، هسيب لكم لينك البيج تحت، وتابعوني على قناة دويتشاوي، هناك بنطور اللغة مع بعض. بس كده، كان معاكم يا رضا معيد، وتشوس.